متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ظرف صحي. زي ما انتم شايفين تحسوني في شارع الموضة كده، أنا والكروشة حقتي ماشيين فيها علشان بسط لكم المعلومة. هنا حلقة من أخطر الحلقات اللي ممكن تشوفها وتسمعها، حلقة قوية جدا جدا، راح تكون بمثابة تغيير وأمل كثيرين من الأشخاص اللي عاملين دايت وما بينحفوا. الاشخاص اللي بيعملوا دايت والكرش ما بيروح، هنا الحل. ليه؟ لانه في انواع من الكروش او الكريشه او الكرشه ما تحتاج الى رجيم. اي الظرف الصحي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الكرش. الوزن الزايد. تعرفوا انه الاحصائيات تقول انه 2 مليار ونص شخص حول العالم مصابين بزياده الوزن. رقم خرافي، يعني ثلث العالم تقريبا مصاب بزيادة الوزن. تعرفوا انه 37 مليون شخص طفل تحت السن 5 سنوات مصاب بزيادة الوزن، كمان رقم مخيف. تعرفوا انه 390 مليون مراهق مصاب بزيادة الوزن، ارقام مخيفة جدا جدا. لذلك الحلقة وقف كذا واسمع معايا وكاسة شاي وصحصح وركز باللي أنا راح أقول له، لأنه راح أفرق لك ما بين أنواع الكروش. في كروش تحتاج إلى رجيم، وفي كروش ما تحتاج إلى رجيم، تحتاج على الأشياء اللي بقول لك عليها أثناء الحلقة. 1. كرش التوتر. 2. كرش الوزن الزايد. 3. كرش الموظف. 4. كرش الطفل. 5. كرش القيصرية أو كرش النساء ما بعد الولادة. يلا صلي على رسول الله ونبتدي مع بعض. أول حاجة خلينا ناخذ الكرشين اللي جنب بعض هنا. أول كرش في صوت، الثاني ما في صوت. طيب هذا اسمه كرش التوتر أو كرش القولون العصبي، وهذا اسمه كرش الوزن الزايد. وش الفرق بينهم؟ أول شيء هذا زي ما انتم شايفين الصوت صوت طبلة أو صوت جح أو صوت بطيخ، هنا صوت دهون، ما في إلا دهون، فهذه بسبب الغازات. هل هذه تحتاج إلى رجيم؟ لا. هل هذه تحتاج إلى رجيم؟ طبعا. سبب هذه الكرش هو القولون العصبي أو هرمون التوتر، هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون لو طلع مع التوتر معك، إذا خفت الكرش عندك ما راح تخف. هذا بسبب هرمون الجوع، شهية مفتوحة، دهون من هنا، وجبات سريعة من هنا، وجبات سريعة من هنا، فتعمل لك هذه المشاكل الصحية أو كرش الوزن الزايد. هنا اللي نحتاجه انه افصل بينهم بمعلومه بسيطه جدا. يجيني المريض في العياده يقول دكتور انا لما انام في معجزه الكرش يختفي يروح، وهنا الكرش ما يختفي يكون موجود. هنا ليه؟ لانه الغازات وانت نايم الهدوء سكينه، ما في اي غازات. هنا لا، الدهون موجوده ومتراكمه عليك، فبالتالي لابد انه نعمل دايت. مقارنه بسيطه، هنا ما نحتاج الى رجيم، هنا نحتاج الى كوب مغلي الكمون، نحتاج إلى ترويق الأعصاب، إلى الهدوء وعدم التوتر والتفكير والحزن. الحزن بيولد أمراض كثيرة من أهمها القولون العصبي. نحتاج إلى علاج الإمساك وأنتم بكرامة. هل هنا نحتاج إلى فول؟ بالعكس، راح أصدمك. لو أكلت الفول بكرش التوتر راح يزيد عندك الكرش، لأنه الفول بيثير عندنا القولون العصبي. هل يحتاج إلى بيض مسلوق؟ راح أصدمك. البيض المسلوق راح يزيد التوتر، راح يعمل لك كرش التوتر من جديد، مع إنه البيض مهم جدا. اللي محتاجينه هو شوية ريلاكسيشن وشوية استرخاء، وانك انت ما تتوتر، وانك انت تمشي وتعمل رياضة ومغلي الكمون، وهذا مهم جدا بالنسبة لي. نجي للكرش الثمينة، الكرش اللي صارف عليها، اللي بيجوني في العيادة قصص كثيرة، يا دكتور الحقني الكرش زادت، الكرش رائعة. وهنا قصص نجاح رائعة جدا على مدار 15 سنة. أنا اسمي طبيب الكروش. الكرش اللي هنا ولا اللي هنا ولا هنا نعالجها ان شاء الله ونعطي نتائج قويه جدا جدا جدا. مريضه ما بنساها ابدا ابدا ابدا، كانت جايه العياده وعندها كرش
وكانت بتبكي من كبار السن، بتبكي بتبكي بتبكي، يا امي وش فيكي؟ عندي زياده وزن. طيب انا ليه زياده وزن؟ يعني ما راح تعرف تلبسي؟ قالت لا، من كثر كرشتي، من كثر الوزن الزايد في جسمي، ماني قادره اسجد على الارض، ماني قادره اسجد على الارض. الله الله. لما يكون هدفك الآخرة وهدفك أنك أنت تنحف علشان تسجد على الأرض، ربنا راح يوفقك معاك إن شاء الله، راح تكون أمور ممتازة. والله العظيم تقريبا شهرين وجت من أعلى صوت من العيادة برا وفرحانة، أبشرك يا دكتور أبشرك يا دكتور. هي لسه ما دخلت عندي، كان عندي مريضة ثانية قالت لي عرفت أسجد على الأرض. الله. هنا نحتاج إلى فول، نحتاج إلى بيض مسلوق، نحتاج إلى رجيم، نحتاج إلى رياضة. مؤشر كتلة الجسم كل ما زاد عن حده كل ما كان عملنا مشاكل صحية. هنا اللي تؤدي إلى المرارة، كرش الوزن الزايد، هنا التي تؤدي إلى السكر، وهناك علاقة طردية، كل ما زادت الكرش زاد السكر، كل ما زادت الكرش زاد السكر. هنا مقاومة الأنسولين، هنا حصوات الكلى، هنا مشاكل صحية كثيرة كثيرة بسبب المشاكل الوزن الزايد، الكوليسترول، الجلطات القلبية، الوفيات، الموت المفاجئ بسبب الوزن الزايد. واحنا في الآخر ما ندور على هذه الأسباب، ندور على شيء واحد، دكتور ماني قادر ألاقي مقاسي في السوق. الله. ترى كثير من الأشخاص اللي أشوفهم ما شاء الله وزنهم زايد ويعرفوا يغطوا عيوبهم ويعرفوا يلبسوا. وهنا نصيحة كمان مهمة جدا، إذا كان هدفك بس الملابس، المكان اللي أنت نحيف فيه فتحه، خلي لونه فاتح، والمكان اللي أنت سمين فيه غمقه، خليه لون أسود. هذا بدون رجيم، كذا انقاص الوزن بشكل رائع جدا جدا جدا. هنا نقول إنه القرفة من المشروبات الرائعة جدا جدا علشان عندك سد الشهية بمشيئة الله. هنا نقول تخفيف الكربوهيدرات، الرز والخبز ما يكون كل يوم، خليه له كار، زي ما كنا دائما نتكلم قليل الكربوهيدرات، زي ما كنا نتكلم دائما في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامجنا السابقة اللي موجودة تقدروا ترجعوا لها. اوكي نروح لكرش الموظفين. الله، شوفوا كرش الثالث هذا، شوف مستقيم ما في شيء، عند اخر البطن يطلع لك صعروره كذا تقدر تمسكها. يقول كذا دكتوره ما ادري ليش كرش كذا، كرش اخر البطن كذا صعروره صغيره، لانه هو وزنه مثالي ما شاء الله، كل شيء مثالي، كل اموره زينه، لكن وش سبب كرشه؟ سبب كرشه هو موظف فجالس 8 ساعات على المكتب، تك 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 8 ساعات على المكتب، فبالتالي الدهون تتراكم وخصوصا عند اطراف البطن، فبتعمل لك هذه المشاكل الصحيه. هنا محتاج الى رجيم؟ لا، مش محتاج الى رجيم، هو اللي محتاجه كل 45 دقيقة تروح تتمشى 5 دقائق علشان ترجع مرة ثانية الدهون ما تتراكم عندك. هنا نحتاج الى تمارين البطن، التمارين البطن. هنا خلينا تقول مثلا هذا الشخص إذا كان عندك في البطن تحت، عندك مشاكل في البطن من تحت، راح نعمل تمارين 1 2 3 4. لو عندك مشكلة في البطن أو الكرش العلوية راح نعمل تمارين، راح نثني رجولنا وكذا، بس مجرد تقديم راسنا للأمام ما نوصله للآخر. لو كان عندك جوانب، 1 ميلان عكسي، الجانب الثاني ميلان عكسي، هذه أفضل طريقة للتخلص من الكرش بشكل رائع جدا وسهل. نيجي هنا نقطة كرش الأطفال. أحبابنا الأطفال اللي هم وصلوا 37 مليون طفل حول العالم مصابين بالوزن الزايد يا أمهات. السكر كنا نشوفه بعد 40، صرنا نشوفه 15 و16. المشاكل الصحية، الوفيات صرنا نشوفها في الأطفال. ليه؟ بسبب عادات غذائية خاطئة. هنا بقول الطفل مش محتاج إلى رجيم. أطفالنا أحبابنا أول حاجة محتاجينها نغير تفكير الرياضة. ما تقول له امشي، طفل ما راح يمشي، قل له أعطيه طيار الورق وخليه يركض، طيار الورق خليه يركض، هذا هو بيلعب مش حاسس إنه هو بيعمل رجيم أو بيعمل رياضة. لا تقول له كل بيض مسلوق، قطع له البيض بشكل حلو، تفنن بالأكل، تفنن بالأكل. لا تقول له إنه هذا رجيم، عودوا على أكلات بيحبها لكن بعادات غذائية صحيحة، عودوا على بديل الخبز، الخس. ما في طفل واجهته في الحياة أو أنتم راح تواجهوه ما بيحب الخس، كلهم بيحبوا الخس وبيبي توميتو والزيتون، هذه حطها مع أي أكلة الطفل راح يحبها. مع العلم لازم نغير ألوان الأطباق، أحمر أصفر ميكي ألوان أشياء كثيرة علشان تشد انتباهه ويأكل، فهذه ممتازة جدا. وأخيرا كمان في الطفل لا تعوديه على الشيبسات وتقول دكتور ابني بيحب الشيبسات، لا تشرب مشروبات غازية قدامه، ابني بيشرب مشروبات غازية، كوني قدوته علشان يتحسن معك. طيب نيجي كمان لموضوع الترند اللي دائما أنا بتكلم عليه، بيوصل 16 مليون و14 مليون، اللي هو كرش السيدات أو كرش ما بعد الولادة أو كرش القيصري.
كيف راح نتعامل مع كرش القيصري؟ وهنا راح أعطيكم نصائح ذهبية للتخلص من كرش القيصري. أول حاجة، لا تروحي نفسك للقيصري وانت مش محتاجة قيصري. احذروا من العمليات القيصرية الاختيارية، لأنك راح تجيكي مضاعفات كثيرة بعدها، إلا لو كان إجباري بسبب الطبيب أو سبب الطفل أو حبل سري ملفوف، هذه حالات إجبارية. لكن اختياري لا تروح بنفسك، لأنك راح تتورطي بكرش القيصرية أو كرش ما بعد الولادة. أفضل رياضة لكرش ما بعد الولادة هي الرضاعة الطبيعية من ربنا، نعمة إلهية. الرياضة لما بنمشي أقصانا نحرق 350 سعرة حرارية في اليوم، لكن الرضاعة الطبيعية راح تحرق لك 500 سعرة حرارية. رضا الرحمن، فوائد الرضا الطبيعية. الرضاعة الطبيعية بتقيكي من سرطان الثدي، بتقيكي من الكرش. رياضة وانت جالسة، حنان الأم، بتقوي المناعة، أشياء كثيرة ممتازة جدا جدا بالنسبة لي. طيب، راح أعطيكي نصائح كمان ممتازة جدا. لا تسمع كلام الناس لما يقولوا لك الحلبة هي مضرة للحليب، لأن الحلبة من أكثر الأطعمة والأشربة اللي فيها سعرات حرارية عالية لو كنتوا بتعملوها حلويات، فبالتالي والحلاوة الطحينية راح تزود عندك السعرات الحرارية. أنت اللي محتاجاه كالآتي: حليب وموية. وأقول لك سر، الموية أكثر مشروب مدر للحليب. حابة تدير الحليب زيادة، مرة يمين ومرة يسار، مرة يمين ومرة يسار، وخليكي من كلام يقولون ويقولون ويقولون. أسرار لشد بطن الولادة أو أطعمة لشد بطن الولادة. واحد، البروتين أهم الأطعمة للشد الترهلات والكرش ما بعد الولادة، مثل الدجاج، البيض والسمك، لأنه هي بتساعدك على التئام الجروح، ممتازة جدا جدا، وبتقوي عضلات البطن والعضلات بشكل عام. اثنين، الدهون الصحية، الزيوت، المكسرات، الافوكادو. الافوكادو يا جماعه خطير ورائع جدا جدا للامهات، كمان ممتاز جدا. وزيت الزيتون رائع جدا جدا لتحفيز الحرق عندك. ثلاثة، بعطيكي مشروب رائع جدا، المويه. ليه؟ لانه دائما بعد العمليات في احتباس لسوائل الجسم، فبالتالي افضل علاج لاحتباس سوائل المويه او احتباس سوائل الجسم المويه. الناس تقول طب انا عندي احتباس سوائل، كيف اشرب مويه؟ لا، انت لما تشرب مويه، المويه راح تدف اللي قبل، فبالتالي تساعدك على اخراجه من الجسم. تخيل لو كان متبقي شيء بسيط راح يكون عندك احتباس سوائل الجسم. المويه هي اللي بتخلصك من احتباس سوائل الجسم والاملاح. واخيرا، الالياف ممتازه جدا علشان تحميك من وين؟ من الامساك وانت بكرامه، لانه الامساك، طاحت الورقه، لانه الامساك بيعمل لنا مشاكل وبيعمل لنا القولون العصبي وبيعمل لنا مشاكل في الكرش بالنسبه للسيدات. اطعمه تمنع شد البطن والكرش لما بعد الولادة للسيدات. واحد، الملح الزايد. كثير وجبات سريعة وجبات سريعة، ما تطبخ المرأة بعد الولادة، وجبات سريعة وجبات سريعة، بطاطس مقلية بطاطس مقلية. عمر البطاطس المقلية ما راح تعمل لك التئام للجروح، عمر البطاطس المقلية ما راح تساعدك على إخراج احتباس سوائل الجسم. فالملح الزايد بيسود عندك احتباس سوائل الجسم. السكر يا جماعة، الوالدة ما تبغى حلويات، تبغى فلوس، تبغى ذهب. حلويات 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 حلويات، شوكولاته شوكولاته شوكولاته. يعني غيروا، تفننوا، اعطوها اشياء ثانيه علشان تستفيد منها وما تزيد عندها كمان الكرش عندها. المشروبات الغازيه بتعمل لك نفخه، المقليات بتساعدك على زياده الوزن، فبالتالي ما راح تخلصك عندك من الكرش. والحلبه صح بتزود الحليب لكن فيها سعرات حراريه عاليه جدا. قاعدتين مهمين جدا جدا بالنسبه لي: الشاي الاخضر افضل شيء لحرق دهون ولمحيط الخصر، ممتاز جدا للانواع الكرش الشاي الاخضر. وكمان الحليب الدافي بيساعدك على الاسترخاء، بيساعدك على ادرار الحليب، وبيساعدك على النوم المفضل علشان ما يكون في اي توتر بالنسبه لك. فقبل ما تنامي حليب دافي، ونامي 6 إلى 8 ساعات. حتى لو صحاك البيبي قول لزوجك يساعدك علشان يتحمل معك المسؤوليه. الله يعطيك الصحه والعافيه. معلومه بخلص فيها الحلقه هذه، انه مش كل الكروش محتاجة إلى رجيم. في عنا 5 أنواع للكروش: كرش القولون العصبي أو كرش التوتر مش محتاجة لرجيم. عنا كرش الوزن الزايد طبعا محتاجة لرجيم ورياضة. هنا عندنا كرش الموظف مش محتاج إلى رجيم، محتاج إنه يتحرك كل 45 دقيقة. عندنا كرش الطفل مش محتاج لرجيم، محتاج تغيير نمط الحياة، محتاج إلى تغيير نوع الرياضة. وعندنا كرش النساء ما بعد الولادة، محتاجة إلى تغيير نمط الحياة، إلى عادات غذائية مختلفة، وعلى رضاعة طبيعية علشان تتخلصوا من هذه أنواع الكروش. بصراحة بأمانة، كل واحد يقول لي في التعليقات هو أي كرش من ال5 كروش، وقولوا لنا كانت هذه الحلقة مفيدة لكم ولا لا،
وهل انتم من 2 مليار ونص المصابين بارتفاع الوزن الزايد والكرش؟ ايه ولا لا؟ على هاشتاج ظرف صحي، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي عندي، سواء في التيك توك، سناب، انستغرام، يوتيوب، او قنوات شبكه المجد. شكرا جزيلا لانكم انتم شفتونا في هذا الوضع الرائع. كان معكم دكتور محمد غندور، ومن الكرش لكم مني احلى سلام. الى اللقاء.